أعزائي طلاب المرحلة الإعدادية وكل الطلاب على فكرة مش مرحلة إعدادي بس، والطلاب وأولياء الأمور داخلين على امتحانات والدنيا دربكة وزحمة وكله متراكم عليه مواد ومش عارف يذاكر إزاي. أنا هقول لك على مجموعة نصايح أتمنى إنك تمشي عليها من البداية مش من دلوقتي بس. الأول المفروض ما يعديش يوم من غير ما تفتح كتابك، يعني مفيش يوم اسمه يوم أجازة من المذاكرة، لازم نذاكر كل يوم. لازم كل يوم اشوف المواد ايه اللي عليا وايه اللي ناقصني وايه اللي لازم اراجعه. دي نقطة. النقطة التانية مش لازم اذاكر الدرس بتاع النهاردة بس او الدرس اللي انا اخدته النهاردة بس، لازم كل فترة كده على الاقل كل اسبوع اراجع كل اللي انا اخدته قبل كده، احل امتحان تيست اختبار لنفسي، اشوف انا مجمع قد ايه من اللي فات، عشان برضو بعد فترة ما انساش اللي خدته زمان ويبقى منسي خلاص ما اعرفش احل. اولياء الامور المفروض تتابع، كل واحد يتابع مع ابنه او بنته يشوف هو ذاكر ايه وعمل ايه وعارف يحل لوحده ولا مش عارف يحل. دي كلها نصايح مهمه قوي الامتحانات. انا مش بقول ان ولي الامر يحل للطالب عشان انا ارفضه تماما، انت وجه له نصايح ازاي يحل، السؤال ده يتحل ازاي، يتعمل ازاي، لكن ما تحللوش، ما تساعدوش في الحل، ما تساعدوش في الإجابة، سيبه هو يعتمد على نفسه، يغلط مرة واثنين وثلاثة وعشرة. طيب بالنسبة للامتحانات دلوقتي نعمل ايه؟ المفروض الطالب اللي بيذاكر ساعة واحدة كل يوم الأيام دي يذاكر ثلاثة، واللي بيذاكر ثلاثة يذاكر خمسة، واللي بيذاكر خمسة يذاكر سبعة. الأيام دي احنا داخلين على امتحانات، فلو انت كان عندك وقت بريك بتلعب فيه على الموبايل، بتطلع بره في الشارع، الايام دي الغيها، بلاش الاسبوعين دول، الاسبوعين امتحانات. ونفس الموضوع في اي امتحانات او امتحانات نص السنه او امتحانات الشهر او اي امتحانات تانية، الغي البريكات دي، الغي البريكس اللي انت بتضيع فيها وقتك، اهتم بالكتب والمذاكره اكتر. زي ما بقول لك كده، الساعه خليهم ساعتين، الاثنين خليهم اربعه، وذاكر اكتر شويه عشان نعرف نلم. ذاكر دروسك كل درس لوحده، وذاكر او حل اختبارات على كل اللي درسته قبل كده، زي ما هنعمل دلوقتي مراجعات للصف الاول والثاني الاعدادي، شوفها وحل، وقبل ما تشوف الحل بتاعي حل انت بنفسك. في اختبارات كتير، لو انت عايز قول لي في التعليقات وانزلك ملايين الاختبارات، الاف الاختبارات، وانت حل. اهم حاجه تهتم بالمواد بتاعتك اكتر من اي حاجه تانية. بالنسبه للموبايل، رغم ان كلكم بتشوفوني على الموبايل، لكن الموبايل فيه مليون الف استخدام. لو انت بتستخدم الموبايل عشان تذاكر، علشان تتفرج على شرح درس، علشان تتابع مدرس انت متابعه، مفيش منه مشكله خالص. لكن مشكله الموبايل ان هو زي الحرامي بيسرق وقتك. يعني بنمسك الموبايل احنا قاصدين نتفرج على حصة معينة او درس معين او معلومة معينة احنا بندور عليها، وفجأة كده نلاقي نفسنا دخلنا نتفرج على اعلانات وعلى حاجات تانية ملهاش لازمة، والوقت يسرقنا او الموبايل يسرقنا في الوقت، ونلاقينا ضيعنا ساعتين ثلاثة على الموبايل من غير ما نستفاد منهم بأي حاجة. انت اضبط نفسك، انت خلي بالك عايز تتفرج على ايه ومش عايز تتفرج على ايه. بلاش التوهان، بلاش اخش اتفرج على فيديو اشوف فيه معلومة 10 دقايق اضيع فيهم وقت 3 ساعات بتفرج على حاجات ملهاش، مش هنقول ملهاش لازمة علشان الناس ما تزعلش مننا، علشان حاجات ما تخصكش او علشان حاجات انت مش محتاجها دلوقتي. ده بالنسبة للموبايل، وده على فكرة برضو مسؤولية ولي الامر. انت داخل تتفرج على الموبايل علشان ايه وقد ايه وقت، علشان الوقت ما يسرقناش ونضيع وقتنا كله على الموبايل. طبعا كل واحد ليه طريقته في المذاكرة، لكن انا بالنسبة لي من اهم طرق المذاكرة انك ما تذاكرش بعينيك فقط. انت بتذاكر بعينيك نسبة التحصيل لا تتخطى 10 15%، شغل باقي حواسك. يعني ذاكر بعينيك او اقرا بعينيك واكتب بايدك، لو امكن او فيه مجال متاح اقرا بصوت عالي، اقرا بصوتك علشان يبقى الثلاث حواس شغالين. وكل ما زودنا في استخدام الحواس كل ما مقدار الاستيعاب بتاعنا زاد. يعني اللي بيذاكر بعينيه بس غير اللي بيذاكر بعينيه وبيقرا بصوت عالي، غير اللي بيذاكر بعينيه وبيقرا بصوت عالي وبيكتب وبيحل مسائل بايده، مش بس بكل المسائل ودي عارفها ودي عارفها وماشي. حتى لو عارف نفسك انك عارفها حلها بايدك، علشان لو ما حلتهاش بايدك هتروح الامتحان وانت بتكتب هتحس الموضوع غريب. انا اول مره اشوف الكلام اللي بكتبه ده،
رغم السؤال معدي عليك مرة واتنين وعشرة، لكن عشان ما كتبتهوش بإيدك أنت مستغرب نفسك وأنت بتكتب الكلام، وممكن تتشخبط عليه وتحل إجابة تانية. فوأنت بتذاكر حاول تستخدم كل حواسك على قد ما تقدر، مش بعينيك بس. دي كانت نصايح صغيرة لطلبة إعدادي المفروض يهتموا بيها شويتين، ولولي الأمر اللي هو المفروض إنه يهتم بأولاده أو بناته الفترة دي اهتمام زيادة حبتين في موضوع المذاكرة والمتابعة واستخدام الموبايل. أتمنى يا رب تكون النصائح دي فادتكم، وأتمنى تكونوا متابعيني شايفين شرح اليوتيوب درس بدرس ومفيش درس فايتكم، وتشوفوا المراجعات اللي منزلينها كمان، وبالتوفيق إن شاء الله.